السلام عليكم ومرحبا بكم سيداتي أوانسي سادتي في فيديو جديد ووصفة جديدة. وصفتنا نهار اليوم راح تكون بسكوي غولي بالمعجون، وصفة خطيرة تاع لاجينواز قطنية مع جميع النصائح تدابير خطوة بخطوة، مقادير مضبوطين، تتحصلي على أروع عجينة تاع بسكوي غولي. ودهناها كما قلت لكم بالمعجون، حاجة في الخفيف في الشباب في البنين. وصفة خفيفة سريعة توجديها في 10 دقائق، والنتيجة من أروع ما يكون، أحسن من تاع المحلات مليون مرة. ونبداو على بركة الله. أول حاجة نوصيك عليها، خديت 4 حبات نتاع البيض يكونوا بدرجة حرارة الغرفة. إذا كانوا شكيتي فيهم باردين حطيهم في شوية تاع ماء، شوية سخون ولا دافي، وخليهم واحد 10 دقائق حتى يتفاو. البيض تاعك لازم كي تفقسيه في الغيسيبيون يحبط لك شغل، تحسيلو هكا بلي راهو دافي، ما يحبطش متماسك، يحبط هكا خفيف. الوغ نفقس 4 حبات نتاع البيض. لهنا ما فصلتش البايض عن الصفار، راح نخدم بهذه الطريقه، نطلع كل حاجه مع بعضها. بيان سور باش يطلع لك لازم يكون دافي البيض، زيدي له ديك القرصه تاع الملح تساعدو تاني باش يطلع. ولازم لنا الباتور الكتريك بيان سور، نبدا نطلع فيه بالباتور. طلعته شويه هو بدا يدير هذوك الكشاكش ولا دوك الرغاوي. انا وزنت السكر 120 غرام نتاع السكر، كل حبه نتاع البيض تقابلها 30 غرام سكر و30 غرام فرينة، يسمى 4 حبات بيض في 30، نتحصلوا على 120 غرام سكر 120 غرام فرينة. وهذه هي القاعدة. باش تحبي تزيدي وتنقصي، يعني باش تكون عندك مقادير ستوندار نتي على حسب السنيوة تاعك والكمية اللي تخدمي بها. الوغ بدينا لهنايا، راني نخفق في البيض تاعي ونزيد له هذاك السكر تدريجيا، وتكملي تخفقي بيان سور حتى يتضاعف الحجم تاع البيض تاعنا. الخليط هذا يتضاعف ويزيد يولي لا كولور تاعو تتكلاخصه، اسمه يتضاعف الحجم ويولي الخليط تاعنا فاتح اللون تاعو، ويولي ثقيل، يعني يكون سائل ومن بعد يولي ثقيل كيما لاجينواز، يولي القوام تاعو رغوي ولا اسفنجي. نطلعوه فارم كيما راكم تشوفوا. شوفي لحقت لهاد المرحله، حبست زدت حوالي 2 ساشيات نتاع سكر فاني بالغرام، حوالي 20 غرام نتاع سكر فاني، ما راهيش ضروريه، قادره ديري غير لافاني وحدها وتكتفي. انا نلقى الريحه تاع سكر فاني تمد ريحه مليحه في لي غاتو، على بها ديما نزيدها. وزدت تاني ملعقه صغيره نتاع الفانيلا العادي تاع الميزان ولا تاع لي بواط ولا كيشتينا اللي خدمت بها هذيك. شوفي لهنايا نوريلك القوام اللي حصلنا عليه، نحسلو شغل مازال شويه سائل، شوفي مازال شويه شغل يحبط شويه بسرعه. لهنا زدت له شويه حتى تحصلت على قوام كيما كي تشوفي. كي ديري رقم 8 هكا ولا ديري كاش خط فوق الخليط تاعك، تلقايه خلاص شغل كيما حين نخدمو، طلعيه اوناج، طلعيه فارم هكا، طلعيه حتى يولي ثقيل قاعيتك. في هذه المرحله تاني حنزيد نوزن الفارينه اللي كيما قلت لكم حتى هي 120 غرام، يسمى كل حبيبه تاع البيض يقابلها 30 غرام نتاع الفارينه. بالملعقه الا حبيتي ديري ملعقه كبيره ونصف، خاطش الملعقه ترفد 20 غرام، يسمى والملعقه الصغيره ترفد 10 غرام احسبي، مغرفه كبيره ونص في الحبه تاع البيض. ولا بالميزان احسن واحسن، عباك لي باتيسري كامل يحبوا الميزان، والميزان يعني اشري واحد خفيف تاع 50,000 ولا يساعدك في الدار توزني به غير هادوما المقادير الجافه. هاكو تشوفوا الفارينه لهنا كي تضيفيها بيان سور الخدمه اللي خدمناها وطلعنا هذاك البلون دافو منها ما نعاودوش نخسروها. اسم الفارينه ضيفيها غير بشويه بشويه كيما شتي، ودخليها غير بالفوي ولا سباتول هكا من الفوق للتحت من الفوق للتحت على مراحل حتى تدخل، غير تدخل فرينه حبسي ما تكتريلهاش تخلط، سما ما تزيديش عليها حبيبتي. جبت سنيوه تاعي درت لها ورق الطبخ من الاحسن، ضروري يساعدك بزاف ومن بعدها في الخدمه باش تنحي بسكوي غولي وكل حاجه. الا كان الفور تاعك فونتيلي وسنيوه هذوك المفتوحين من الاحسن ديري شويه كيما كيشتي من الخليط بلصقت به هذيك الورقه مع السنيوه باش ما تبقاش تتحرك، ومن بعد تقلقني تولي هكا تحرك ولا تحرك لك داخل الفور. كي يكون فونتيلي هذيك المروحه الهواء هذا كيحركها لك. شوفي لهنايا ومن بعد انا السنيوه هذه اللي توفرت عندي تاع 40 على 35 ولا شحال. الخليط هذا تقدري حتى ديري سنيوه اكثر من هذا الحجم، انا هذه هي الكبيره اللي عندي في الدار. رحت ايطاليت كامل
الخليط تاعي حطيته وراني نمشي فيه نحاول نوزعو كامل على السنيوة باش البسكويت تاعي ما تجينيش جهة طالعة وجهة هابطة. حاولت au maximum شوفي سرحته بملعقة، بالظهر تاع المغرف ولا بالكوبات كيما شفتو بأي حاجة عندك، والمليحة قاع تخبطيه كيما كي تشوفي، خبطيه au maximum كي تشوفيه تساوى دخليه الفور يطيب ما يطولش قاع، شوفي عندك 10 دقايق 12 دقيقة سي بون، ما تخليهش يحمر بزاف ويبس ومن بعد ما يترولهالكش يبدا يتشقق. شوفي لهنا غير نشف ينشف البيض ما فيه والو أصلا راهو قاع رغوة في رغوة، ينشف شوية برك ونحيتو من الفور 180 درجة ولا 170 درجة الفور تاعك، سخنتوه من قبل بيان سور وقلت لكم دخلتوه واحد 12 دقيقة 13 دقيقة هاكا تشوفيه خدا لون من الفوق، حبسيلو تلقايه نشف تحسيه بلي هاكا نشف ودار هذيك القشرة اللي من الفوق. لهنا تقلبيه فوق منشافة من أحسن تكون مبلولة ولا مشمخة، مهم تكون اوميد تكون المنشفة تاعك مرشيها هاكا بقطرات تاع الما باش كي تكوني تدوري يساعدك. انا نحيت تاني هذيك شويه اللي يابسه تاع الاطراف حسيتها تقلقني شويه ودورت. شوفوا الورقه هذه نتاع البسكوي غولي غير تفوتي تنحيها من الفور تبردها بيسكو ما راهيش حاجه خشينه ولا كيما المسكوتشو، غير نحيتها من الفور حطيتها فوق طرشونه، وطرشونه للامانه والله ما شمختها كنت تشوفوا فيها هاي ناشفه عجزت ولا كنت مزروبه والله ما على بالي باش تقهوينا به سما درتو قلت لكم في رمشت عين هكا في وقفه 5 دقايق ما حسيتش كاع بروحي لقيت روحي ناكلو فيه. هاي ليك لهنا جبت المعجون هاي ليك ديريكت من الباطه المعجون خلطيه حتى يولي هكا سائل. الا كان عندك هذاك المعجون اللي شويه يجي هكا مكبد ويجي يابس زيديله واحد شويه تاع الماء 2 مغارف 3 باش يطلق روحو خلطيه مليح وديري البسكوي غولي مشيه كامل على وجه نتاع البسكوي غولي تاعك. كيما قادره ديري لا كريم شونتيي قادره ديري شوكولا يعني ما نصحكش يجي يقهم شويه، قادره ديري لا كريم شونتيي قادره ديري هادوك الحشو اللي راهو يتباع هذاك توبي هذاك تاع الفراس، قادره ديري معجون تاع الفراس تاع التشينا، الحشو الكراميل بسكوي غولي بالكراميل ولا كريم سيترون تاني كيفاه يخرج روعه. شوفي لهنا كاني ندور فيه الا حابه ديري دي بسكوي غولي رايحين في الطول طوال ورقاق دوري هكا بالطول تاع البسكوي غولي ودوري. الا حابه ديري داك البسكوي غولي يجي خشين وما يجيش عريض دوري الرقه تاعك بالعرض هكا. شوفي الطريقه اللي تساعدك. شوفي هنايا خيرت هاد الحجم يكونوا طوال كيما اللي يتباعوا برا ما نعرف علاه سخفت عليهم قلبي خبط عليه. ولا هنا لي بولونجي ماشي كامل يبيعوه يعني في بلاصه كيما راني يبيعوا بزاف الميلفاي واسهل حاجه ممكن ديريها البسكوي غولي. انا قلت علاه لا والله غير ما تجي تبعتي وليدك يشري ويجي تكوني كملتيه وحدك في الدار تكوني خدمتيه. تنسايش برك البيض تخليه ديما شويه في الكوزينه حبيبات تاع البيض يتفاو هكا باش الوقت اللي تحبي تطلعي البيض تاعك تلقايه واجد. وإلا ما كانش عندك معليش ديري لاستيوس هذيك اللي قلت لك عليها تاع تحطي البيض تاعك في الماء سخون وتم ياخذ لك درجه حراره الغرفه. وشوفي لي هنا سأصمت كثيرا احتراما وتقديرا لهذا البسكوي غولي اللي جا كيما كان في راسي ولا بالك خير. جا رطب جا الشباب بزاف بنين انا عجبني برد فيه قلبي جا ما شاء الله يزلق يساعد الكبير يساعد الصغير ساعدنا كامل وكليناه كي نقول لك طاب تمتم وتكل تمتم سريعا في كل حاجه حتى اللي ما عندوش سنين يمصو برك يدوب. دوكا لهنا في التزيين انا خيرت نديرو قلت لكم درت طريقه تقليديه فريمون كلش تقليدي كلش يعني الوصفه الاصليه كيما نعرفوه بكري كيما كنا نشروه كي كنا صغار. دهنته بالمعجون وشبحته بسكر كلاصي ما حبيتش نكومبليكي لي شوز لا عليا لا عليكم. وانتي حبيبتي ابدعي في التزيين ابدعي في الحشو ابدعي. انا المهم اللي عليا درت عطيت لك لا باز الاساسيات وما عليك غير تجربي الوصفه وتدعي لي حنونه كي تعجبك وكي تاكليها وتستقهوي بها. شوفي لهنا كيفاه جا يا خفيف وما تنساوش تتهلاو في بيت راحل وديروا لها جام وديروا ابوني ومرحبا بكم يا اختي ومازين من الوصفات ان شاء الله. دوكا خلاصوا لي كومبوزيسيون تاع دراري ان شاء الله يفرحونا بالنتائج وان شاء الله نفرحوكم بالوصفات. لهنا نستقهوا به بصحتنا وبصحتكم وفي فرصة قادمة إن شاء الله نتكل عليك حبيبتي تشمري على يديك وتجربي الوصفات. الله في روحك ومع السلامة.